مساء الخير يا جماعة. الراجل ده والله العظيم في حاجة لله. كل يوم ربنا بيورينا ان الحق ما بيضيعش ابدا، وكل حاجة اتريقوا عليه فيها سبحان الله بقت سبب في رفعته ورفع بلدنا كلها. كانوا بيقولوا انه اضعف مصر وقلل من قوتها، كانوا بيحاولوا يصدروا صورة ان مصر بقت منبوذة من العالم كله بسببه. بس النهاردة العالم كله بقى شايف مصر وبيحسب لها مليون حساب. ولما تبص حوالينا في المنطقة تشوف العبرة والعظة بعينك. زي ده مثلا واحد إرهابي مسك بلد كانت من أقوى الجيوش في المنطقة، بلد كانت شبه غنية ومكتفية ذاتيا. في كام سنة بس أصبحت البلد دي دولة مهلهلة، لا شرطة ولا جيش، ومجاعات ونازحين وفقر مدقع. وكل مرة يحب يطلع في الصورة أو يلم دعم لازم يتنازل عن جزء من أرضه. علشان يقابل أردوغان مثلا لازم يتنازل عن الشمال، وعشان يرضي الرئيس الروسي بوتين لازم يتنازل عن الساحل، وعشان يرضي ترامب يتنازل عن الجنوب، وعشان يرضي السعودية يتنازل عن السيادة. وبعدين يجوا الإخوان والمشردين من هناك يقولوا لك مصر فقيرة. يا جماعة ده نص شعبهم عايش في مجاعات مستني دعم الأمم المتحدة علشان يعيش، وده شيء يحزننا ان احنا نقوله، ولكننا نلقي الضوء على الواقع السوري وما يحدث في دمشق الآن. وفي الآخر عايزين يقنعوك ان التجربة دي نجحت. انت متخيل يا مؤمن؟ من دولة كان ليها جيش وكان بيتعمل له حساب، لدولة أهلها مشردين في بقاع الأرض، ويقول لك دي التجربة الناجحة. طبعا الكلام ده مش على المحترمين من الشعب السوري الشقيق، لكن على اللي باعوا بلدهم، ودول كتير قوي على فكرة، وجايين النهاردة علشان يعلمونا الوطنية. ورسالتنا لكل سوري موجود على أرض مصر: حلوا عننا، لأن تهجيركم أمن قومي بالنسبة لنا وعقيدة لن تتغير. حفظ الله الوطن. تحيا مصر.